من جمال الوصفة دي أنا مش قادرة أنساها، كانت دايمًا جدتي كده لمّا بنيجي نروح لها كانت بتعمل لنا البطاطس الجميلة دي مع شوية رز أبيض، بجد كان طعمها خطير جدًا. أنا دلوقتي كده مش قادرة أوصف لكم الطعم، طعمها خطير، جربوها بنفس الطريقة وهتعجبكم جدًا ومش هتبطلوا تعملوها. تعالوا أما أقول لكم أنا عملتها إزاي. جبت حلة على النار نزلت فيها بشوية من الزيت، وكان عندي ربع كيلو لحمة في التلاجة، كان عبارة عن لحمة كده على دهن ونزلت بيه. بس طبعًا لو مش متوفر عندكم اللحمة ممكن تستخدمي كده حوالي حتتين من الدهن بيدّوا نفس طعم اللحمة بالضبط، ولو كانت اللحمة أصلًا مش متوفرة عندكم ولا الدهن ممكن تستغنوا عنهم خالص. وبجد كانت جدتي أصلًا بتعملها من غير لحمة، بس كانت بتحط كده فيها حتتين من الدهن كانوا بيخلّوا طعمها لذيذ جدًا. وبعد ما شوّحنا اللحمة زي ما أنتم شفتوا كده، نزلت عليها بصلاية متقطعة إلى مكعبات صغيرة جدًا، وشوّحت البصل تشويحة حلوة، وقمت نازلة عليه بنُص معلقة من التوم المفروم، أو شوّحت التوم كده لغاية لمّا شميت ريحة التوم. طبعًا التوم ده أنا كنت مفرّزاه معاكم، طريقته سهلة جدًا وبسيطة، وبيفضل معاكِ لمّا تيجي تطلّعيه من الفريزر كإنه لسه فريش بالضبط، محتفظ بلونه وطعمه وريحته، بجد جميل جدًا. جرّبوا طريقة تخزينه علشان هتعتمدوها دايمًا. وبعد ما ريحة التوم كده بدأت تطلع معايا، نزلت عليها بعصير الطماطم، طبعًا دي طماطم عادية خالص ضرباها في الخلاط ونزلت بيها على طول، وقمت نازلة بالملح وشوية من التوابل وشوية من الفلفل الأسود ورشة بسيطة جدًا من القرفة بتخلّي طعمها في حتة تانية خالص. وعايزة أقول لِك على حاجة، أنتِ لو كمّلتِ الوصفة من غير ما تحطّي دهن أو لحمة، أنا عايزاكِ تحطّي مكعبين من المرقة بس، بجد هتودّي طعمها في حتة تانية خالص وكإنِّك حاطة لحمة بالضبط، طعمها بيكون لذيذ جدًا. وطبعًا هنقلّب كده الصلصة الجميلة بتاعتنا وهنسيبها لغاية لمّا تغلي والطماطم تستوي معانا وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلّها. وبعد كده هانزل بالمَيّة على حسب كمية البطاطس اللي أنتِ هتعمليها، وهتسيبيها لغاية لمّا تغلي معاكِ. وطبعًا كنت محضّرة كده عندي بطاطس كنت مقطّعاها إلى مكعبات، وطبعًا أنتم ممكن تقطّعوها أي تقطيعة تحبوها أو تفضّلوها وهتنزلي بيها بالشكل ده كده. وهتسيبيها بقى لغاية لمّا تغلي. وعلى فكرة أنتِ بعد ما تغلي أنتِ هتدوقي الطعم، لو احتاجت ملح معاكِ هتضيفي لها شوية من الملح، وممكن تضيفي لها مكعب من المرقة تاني، وهتقومي مغطية بقى الحلة بتاعتِك وهتسيبيها على درجة حرارة متوسطة لغاية لمّا البطاطس بتاعتِك كده تستوي وتبقى عاملة زي الزبدة بالضبط. تعالوا بقى نشوف البطاطس بتاعتنا الجميلة بعد ما استوت معانا وبقت بالجمال والحلاوة دي كلها. طبعًا هنا أنا باقلّبها بالراحة علشان البطاطس ما تتهرِش معايا، زي ما أنتم شايفين كده بالراحة وأنتِ بتقلّبيها، علشان زي ما قُلت لِك البطاطس ما تتهرِش معاكِ. وبكده البطاطس بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة معانا وبقت بالجمال والحلاوة دي كلها. هتقدموها بقى جنب شوية رز أبيض وشوية مخلل كده، وهتاكلوا بجد أحلى أكلة ممكن تجربوها. طعمها في حتة تانية خالص، طعمها لذيذ جدًا. من كتر جمالها وحلاوتها أنا مش قادرة أنسى الطعم والجمال والحلاوة. زي ما قُلت لكم كانت جدتي زمان كانت بتعملها لنا، بجد كان طعمها رهيب. بجد جربوها وأنتم هتعتمدوها دايمًا ومش هتبطلوا تعملوها. ودي كانت وصفتنا النهارده الجميلة البسيطة اللذيذة، يا رب تكون عجبتكم وبألف هنا ليكم وشكرًا جدًا على المتابعة. ولو حابين أجرب معاكم أي وصفة اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هاجربها معاكم. وما تنسوش تزورونا على الصفحة علشان عاملة معاكم وصفات سهلة جدًا وبسيطة على قد الإيد، وهتعجبكم جدًا إن شاء الله لما تجربوها. واستنونا مع وصفة جديدة مع وصفات بيت الخير، وشكرًا ليكم جدًا على المتابعة وبألف هنا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.